طلع في ناس ما بتخاف من العبودية قد خوفها من الحرية. حابب احكي هالكلمتين وبتمنى كل شبيحة البلد يسمعوهم. قبل الثورة كان وضع السوري وسوريا أحسن من هيك بكتير. ما كان في عنا لا قتل ولا خطف ولا سرقة ولا تهجير. ما كنا نلبس على كيف حدا أو نقص شعرنا والدقن على كيف أمير الجماعة. ما كان في عنا طائفية. ما كانت سوريا لا مقسمة ولا تحت الاحتلال، وكان فيك تطلع وين ما بدك وأيمت ما بدك ولوين ما بدك وبلا هوية. كانت اخته حتى تطلع 3 بالليل وما حدا يقول لها وين رايحة. ما كانت المرة تخاف تحبل إذا طلعت بالأسانسير. وقبل ما تبلش الثورة كانت المشافي ببلاش والمدارس ببلاش والميكرو ب3 ليرات والدولار ب48 والخبز ببلاش. كان فيك تعمل كل شيء بسوريا إلا أنك تحكي بالسياسة. واليوم رغم كل هالفوضى في ناس مبسوطين وعاجبهم الوضع وعم يشبحوا. تعرفوا ليش؟ لأنهم لا بيشبهوا سوريا ولا بيشبهوا السوريين ولا بيعرفوا كيف كانت سوريا. لأنهم ببساطة باعوا البلد كرمال شوية مصاري أو منصب على كرسي فاضي. اليوم نحن وسوريا ما عم ندفع ثمن الثورة، عم ندفع ثمن سرقتها.